حبيت ابدا لكم الفيديو النهارده بدايه جديده ومختلفه. حبيت كده اجوعكم واجوع نفسي انا كمان. اكيد محدش يقدر ابدا يقاوم الشكل والجمال ده كله. يلا بينا بقى كده اخدكم في جوله جميله ومبهجه واقول لكم صباح الخير وصباح الفل وصباح كل حاجه حلوه. وحشتوني جدا جدا، ووحشني ان انا اشارككم اليوم كله كده على الطبيعه. النهارده اليوم كله كان بره البيت في البدايه، وفي النهايه طبعا ختم بقى في شغل البيت والحوارات اللي انتوا عارفينها دي. بقالي كتير جدا ما نزلتش اوصل الاولاد المدرسه. كل يوم كانوا ينزلوا مع باباهم، وانا طبعا ببقى مكسله، الجو بيبقى برد، قلت لا لا ما ينفعش بقى اتاخر عليكم اكتر من كده. اتشجع كده واتنشط واخدكم كده معايا في جوله سريعه تشموا شويه هوا كده حلوين على الصبح. هوا جميل، وبصراحه احلى ما فيه الهدوء والجو الجميل كده زي ما انتوا شايفين. وانتوا قاعدين في البيت زي ما انتوا، قلت اخرجكم معايا. اخدت الولاد النهارده ونزلنا. قالوا لي ماما مش عايزين سندوتشات من البيت، احنا عايزين رول بطاطس من بره. طب يا ولاد انا بعمله حلو، وعندي كل حاجه في البيت، وعندي العيش السوري وكل حاجه، ابدا من بره. ما حبيتش ازعلهم. خدت معايا اللانش بوكس كده في ايدي، وعلى طول جبت لهم السندوتشات ودخلتهم المدرسه. شايفين بقى معايا هنا كرومبايه كده جميله، وبخبط عليها بقى عامله كده ان انا خبره بقى وبفهم في الخضار، وبقول للست مهويه ولا لا. وطبعا قلت بقى اجيب كل الخضار اللي ناقصني. زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك، الحاجة كانت جميلة. خمنوا معايا بقى هنعمل ايه؟ ما تقولوش مش عارفين. جبت كرومباية، قلت اجيب كده شوية بتنجان ابيض، وجبت طماطم، وجبت جرجير وخضرة وكل اللي ناقصني. وجبنا طبعا فطار، وجبنا كل الطلبات اللي كانت ناقصانا، وعمرنا البيت وقلنا نروح بقى كده على السريع نشوف ورانا ايه. بصراحة وحشتوني جدا من اخر فيديو، ما اقدرش يعدي يوم من غير ما اشارككم. والحوار النهارده كان كبير قوي قوي قوي، واليوم كله والبهدله دي كانت بسبب اختي. هتعرفوا في اخر الفيديو. طبعا هتتخض، هتقول انا عملت ايه. جبنا بقى كده سندوتشات فول وطعميه حلوه، اتفضلوا معانا. ورجعت بقى انا وابو اياد، قلنا نعمل كوبايتين شاي كده. بقالنا كتير قوي ما فطرناش مع بعض، كل واحد بيصحى في ميعاد غير التاني، وتعب بقى اليومين اللي فاتوا. فقلت لا، ارجع كده حماس اليومين اللي فاتوا و... واشارككم روتين بقالي كتير جدا ما عملتش معاكم روتينات، وبصراحه بتوحشوني. هنا بقى ايه القصه وايه الحوار؟ الموضوع كبير قوي يا جماعه، الموضوع وسع مني. كالعاده كنت بتكلم مع اختي في التليفون، فبنقعد بقى ناخد من بعض افكار. انتي هتطبخي ايه؟ احنا احترنا حيرة كل يوم اللي كل الستات فيها. فجبت سيرة السمك، بقول لها اليومين دول البوري مبطرخ وتحفة وشكله مغري. قالت لي ايه ده؟ انتي بتاكلي بطارخ البوري؟ انا مستحيل اكلها يا امان، مستحيل. يا بنتي انتي بتقولي ايه؟ الله يهديك. ابدا، انا ازعل لو بتاع السمك اداني البوري مبطرخ. طلعت تصدقي بقى، انت استفزتيني وجريتي ريقي على البوري المبطرخ. انا مش هيجيلي نوم، انا لازم الصبح بدري اروح جري اجيب بوري مبطرخ. قالت لي ده انا لما بيطلع لي بطارخ برميها. طب انا اختك، طب حطيها في طبق وبعتيها لي، ده احنا حتى ساكنين جنب بعض يعني. الموضوع استفزني قوي يا جماعه. يعني الموضوع كبر في ان انت بتقولي ايه، انت عارفه يعني ايه بطارخ بوري. قمت تاني يوم نزلت انا وابو اياد، قلت له انا لازم النهارده اتغدى بوري مبطرخ. فقلت عادي موجود وده الموسم بتاعه. رحت على كل محلات السمك اللي انا اعرفها، وبيعز ابو اياد جدا وكل حاجه عندهم. قالوا لي مفيش. اول محل قال لي ما جبتش. الله، مش مشكله. رحت تاني محل، قال لي اصل الموسم بتاعه بدأ يخلص. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا لا، ده انا موت نفسي. هو ايه اللي الموسم بدأ يخلص؟ انا ما لحقتش. ابو اياد قال لي ايه بقى؟ بقول لك ايه، ما تيجي بقى نجيب بولتي ونروح، الله يهديكي. وانا بقى شفت العيل الصغير. ابدا ابدا، انا لازم النهارده اكل بوري مبطرخ. عمل اتصالاته بقى في سوق السمك. والحمد لله الخطه نجحت، وجابوا لي بوري مبطرخ. الحوارات دي كلها ليه؟ لو ما كانتش اختي قالت لي كده ما كانش ده كله حصل. بس الموضوع كبر في دماغي بقى يا جماعه، وطلعت في دماغي النهارده. قولوا لي بقى مين زيي بيحب بطارخ البوري؟ يعني ده مزاج، انتوا عارفين اساسا هي لوحدها كده بتتخلي وبتتباع بكام. فده كان يومي النهارده. بعمل ايه بقى هنا؟ طبعا بتشوي في المحل. بس لما بيجيلي بحب اعمل كده خلطه معينه: ملح على بهارات سمك على شويه كمون على شويه كزبره ناشفه، وبقلبها كده في بوله زي ما شفتوا في اول الفيديو، مع ليمون بقى. بغرقه، يعني احسبي كده لكل بريايه ليمونه، من الناحيه دي نص ومن الناحيه دي نص، وفي النهايه زودي عصير الليمون بقى، بيخليه في مكان تاني خالص. بوريكم هنا البطارخ بقى، بسم الله ما شاء الله يعني انا ممكن زمان وانا صغيره ما كانش ليا فيها قوي. ممكن بقى لما كبرت
ابتديت ان انا احبها بصراحه يعني. لكن عندي الولاد مستحيل ياكلوا اي بطارخ. ده بقى كان اليوم يا جماعه النهارده. طبعا الكرومبه اللي انا جبتها دي اكيد مش هجيبها اعملها في نفس اليوم، لانها اللهم بارك كانت طازه قوي، فما ينفعش ان انا اقطعها واسلقها وهي لسه جديده كده. احنا المفروض نسيبها كده يوم ولا يومين تدبل. طبعا لو حابين نعملها في نفس اليوم هنتصرف عادي، بس انا ما كنتش طالبه معايا النهارده محشي. قلت اجيبها كده واركنها، وان شاء الله ان شاء الله نعمل بيها فيديو محترم الاسبوع ده ان شاء الله. بس هنا بقى ايه، غرقته ليمون زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك، وهلبسه كيس لحد وقت الاكل. هنا بقى عملت ايه، خلصت اللي ورايا في المطبخ وطلعت على الشقة كلها، عملتها بالمكنسة، لمعتها خليتها زي الفل. وكنت طبعا عندي هدوم نشرتها، وكنت غاسلة فرش كتير جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين. ابتديت بقى ان انا اخلص اللي ورايا، بحيث الاولاد على بال ما يجوا من المدرسة ويروحوا الدرس ونيجي نتغدى اكون رتبت كل اللي ورايا. ده كان يومي على طبيعته بدون مونتاج زي ما بيقولوا، من اول ما صحيت لحد ما اتغدينا. طبعا دي بقى كانت ملايات، وانا دايما متعوده كده كل ملايه بالدفايه بتاعتها لازم يبقوا ماشيين مع بعض يعني. دي كانت ملايه حمصي زي ما بيقولوا وملايه فوشي، فكل واحده بقى ليها دفايه كده بتاعتها تبقى لايقه عليها. الله يرحمها بقى مامتي كانت تحب تطقم قوي وتظبط الالوان، وكان عندها موضوع التناسق ده، وكانت كده ايه تحب ترتب لي الحاجات كلها مع بعضها كله يبقى ماشي مع بعض. طبعا في ايام كده بيكون فيها زحمه شغل، يعني انا في حاجات ما صورتهاش. انا رجعت غسلت خضار كتير، كنت جايبه خضار كتير جدا غسلته مع الخس بقى يا جماعه. اليومين دول الخس وغسيل الخس الموضوع كان كبير قوي. بس زي ما انا دايما بقول الصحيان بدري هو كل حاجه. وهنا كانت السفره جاهزه، سفره بسيطه خالص. اتفضلوا معانا: رز، بوري مشوي بالليمون، سلطه، بصل مخلل، جرجير، وتفضلوا معايا يا حبايبي. وده كان يومي. حبيت طبعا اجوعكم هنا بالشكل ده، واقول لكم بحبكم جدا. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه الشير واضافه اصدقائكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات اكتر وروتينات جديده على خير يا رب. والسلام عليكم.